صباح الخير اخوتي، السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع. يلا دخل دابا المينو بغيت الشتوى تبارك الله كاينه، الشتا ديال بصح كاينه تبارك الله. المهم باش ما نطولش بلاتي بعدا هنا نشعل الضوء، حيت واحد الموضوع ديال واحد الاخ كنسولي عليه، كنوجه ليه تحيه من هنايا، سميتو حاتم والبرنوسي الحال المحمدي. قال لك الا درتي شي فيديو عافاك ذكرني. كان تواصل معايا، راه عندي واحد الاوديو ديالو في الواتساب. المهم نحط نشوفوا نتناقشوا في هذا الموضوع. صباح الخير عليكم بعدا كاملين. فالموضوع هو يعني السيد المهم ما قدرش يدخل فيديو القدام، ما عرفتش علاش، هو تبعني من المده القصيره في الفيديو الجداد. كان سولني على القضيه ديال شهاده السكنه، وهضر لي على يعني الا جيت لاسبانيا وقدر الله تحرقت الفيزا او لا ماتت الفيزا، واش غنلقى شي مشكله بغيت ندير شهاده السكنه والفيزا لا ميته ولا. فانتما كتعرفوا انا ما عنديش مع تكرار المحتوى، معناه قلت ليه قلب، ما عرفتش واش قلب ولا ما قلبش، فقلت ندير شي حاجه بسيطه لونسيها وبديت نشرح معها بعض الامور اخرى. والكاميرا ثاني غتعاقبني اليوم باش تسمعني. دابا كيبان ليا واخا ماشي مشكل، ديما خصني نشري شي لعيبه دار اللور التليفون باش ما نلقاش شكون اللي يضحك، والله الا يضحك ما معليش. فاللي بغيت نوضح هو ان هو قال ان في المغرب كاين تطاول الصلاحيات، يعني بمعنى انك انت الا مشيتي تقضي واحد الحاجه في العماله ولا البلديه، فالمقدم الا شاف شي حاجه مشيت عليه غيعيط للبوليس ولا ار بي جي ولا ما عرف السميه ديالهم تمايا. فانا قلت لا، هنا لا ماتت الفيزا ومشيتي بغيتي دير عقد كراء او دير اي يعني اجراء اداري هو من الناحيه القانونيه، ما كاينش اللي غادي يقول لك لا الفيزا ماتت ولا الباسبور. غيشوف الباسبور لا كان ميت غادي يقول لك اودي انقضت الصلاحيه ديالو فخصك تجددو. هذه اللي صبر. علاش؟ لان كل موظف حكومي عنده واحد الحدود، كاين واحد الليميت، يعني انت كدير واحد الاجراء ما عندوش هو السلطه باش يقول لك انا عيط للبوليس، لان ماشي صلاحيه ديالو. بحال اللي سرق الضوء الا ما ديكلاراتش بك الشركه ديال الضوء ما غاديش يقدر تجي البوليس ولا الغوارديا سيفيل، يعني لا الناسيونال ولا اللوكال ولا الغوارديا سيفيل يديروا معك شي حاجه حتى يجي واحد الاجراء قضائي، يعني حتى تكون واحد دينونسيا اللي هي ديكلاراسيون عاد ديك الساعه تقدر تدخل الشرطه. هادشي اللي كنعرفو حنايا. هادشي على حساب الفيديو ثاني اللي البارح درتو على حساب اللي كيقول لك لا واخا يجيو لوس ما كاين والو. لا راه جاو البوليس راه مشكله، لان الا ديكلار بك شي واحد ما كاينش شي بوليسي كيجي كيساق لك الخبر انك انت غتفرع الدار، ما كايناش هذه. البوليس هما ما عندهمش نقولوا حنايا ما عندهمش العلم بالغيبيه، داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. هذه من جهه. يعني الاخ حاتم غادي نحاول ندير التصويره ديالو هنايا تبان دابا. كنوجه التحيه، كنشكرك بزاف على السؤال ديالك وعلى كمتتبع للقناه او الفيسبوك لصفحه الفيسبوك. والحاجه الثانيه اللي كان نهار السبت هو مع الاخ مهدي، وكان معنا بدر وواحد اسمه محمد، وطرح لي السؤال كيقول لي واش انا الا درت شهاده السكنه، مثلا هو عنده شهاده السكنه في مرسيا، هذه 3 شهور درت شهاده السكنه في مرسيا 3 شهور، وجيت بان لي خيدو بغيت ندير شهاده السكنه، واش خصني نمشي لمرسيا ونضرب على راسي؟ فانا ديجا ثاني قلتها، غنتكلم في هذا الموضوع. قلت انا حنا مين كنمشيو لمدينه اخرى شهاده السكنه، مين كنديروا شهاده السكنه في مدينه اخرى اوتوماتيكمون بطريقه اوتوماتيكيه شهاده السكنه الاخرى كتسد وكتفتح جديده. ولكن واش الموت يعني ديك المده ماتت ليا او تقاضت الصلاحيه؟ لا، كتبقى مخزنه، حيت كتموت في حاله واحده. الا جلستي مده عامين وما درتي والو، ما بنتيش في مده عامين، تما اوتوماتيكمون كدير لك الكادوسيداد اللي هي انتهاء الصلاحيه. علاش؟ لان كما قلت القانون اللي تحتم هادشي ما كيوقعش على الصباليون ولا الاوروبيين فقط، المهاجرين اللي هما داخل خارج اوروبا، يعني اسيا، افريقيا، دول اخرى اللي ما عندهمش علاقه بالاتحاد الاوروبي. لان الانسان كيقول لك يمكن طردوه، يمكن خوا، يمكن هاجر، يمكن مات، يمكن دار يعني العوده الطوعيه، ما عارفينكش فين كاين. علاه كتموت ديك المده وكتضيع؟ لان ديما خص كل 3 شهور كنديروا لا رينوفاسيون. علاش 3 شهور؟ لان بعض الناس كيقولوا من دول اخرى ما عمرهم حطوا رجلهم، او يمكن حطوا رجلهم في اسبانيا، كيقول لك لا ماشي مشكل خلي شي واحد
هو غيتكلف يبقى يدير لك ويفعل لك، المهم بريبه مده عام تخربيق ما عمري سمعت منه. القانون كيقول لك 120 يوم، في ظرف 120 يوم انك انت خصك تكون بنتي، يعني خصك تكون كل 120 يوم قبل ما تكمل 120 يوم، يعني كل 4 شهور. انا كنقول ديما كل 3 شهور، كنبغيش نخلي الشهر الاخر يدخل، كل 3 شهور تكون عندك بريفا، كل 3 شهور ماشي كل شهر. درتي كل شهر شغل لك هذاك، انا ما غاديش نقول لك لا، ولكن كل 4 شهور تكون عندك بريفا. لانك انت الا غبتي من شهر 6 لشهر 11 وعندك 3 سنين كامله وهذيك المده ما عندكش البريفات، بحال بزاف الناس كيقولوا واش دابا درتيها السكنه درتها كل 3 سنين مزيانه، كنقولها درتيها كل 3 سنين بشكل متواصل واخا من دار لدار ماشي مشكل، هذا جد زعما شي حاجه مزيانه بزاف. علاش؟ لانك محافظ على شهاده السكنه وما محتاجش انت ديك الساعه البريفات، لان احسن دليل واحسن بريفه هي انك مقيم شهاده السكنه عندك هنايا كتخرجها كل 4 شهور لمده 3 سنين، العام في الدار او عامين في ديك الدار او 3 في الدار، ولكن خصك تكون ديما متابع، ماشي تدير شهاده السكنه وتنساها وتمشي وتقول نمشي لفرنسا ونخلي صاحبي ولا نخلي كذا ونمشي للطبيب، لا هادشي ما كينفعش. وشهاده السكنه فعلا قلتها وكنعاودها هي كتكون يعني اجباريه ومهمه جدا غير في العام الاخر، الا ما توفرش لك ما لقيتيش الدار او ما لقيتيش اللي غادي يوقف معاك، لان العياذ بالله كاين واحد النوع ديال المغاربه اللي ما كيرحموش اللي كيبيعوا يتشاراو. وانا ما عمري قلت شي واحد وكنقولها وكنعاود، انا كنقول ديما عمركم ما تاجروا، عمركم ما تجي تقول لك هذاك اللي غايقول لك ديباني دير زوين دور مع خوك المغربي يعطيني هاد الاورو، لا حرام داكشي ما كاينش، حيت اللي مول الارض اللي هو صبليوني ولد الارض يعني مول الشيء ما كيديش معاك هادشي، كيقول لك اودي انت غتكني عندي واخا نديرو كونطرا وندخل معايا شحال نتوما 3 4 كاين داك الشيء فابور. علاش؟ لانك كتادي الواجب ديالك. اما انت تمشي تزعم واحد تقول له لا شوف هي دير معايا، ديك الساعه كاين الفلطه ماشي ديالو هو، الفلطه ديك حتى هي، لانك انت اللي كتزعموا على الفاحشه وراه فاحشه نيت، ماشي هذا نصب احتيال. فلهذا العام الاخر غنحتاجوا شهاده السكنه. علاش؟ على سبب واحد، وثاني على حسب كل منطقه، حيت كاين البلاصه اللي فيها كيطلبوا تكون عندك عام ديال الاقامه في واحد البروفينسيا او المدينه ولا الفيلاج على حساب الخدمه الاجتماعيه، ماشي دوك داك التقرير اللي حنا كنقولوا لينفورمي ديال الرايو، لينفورمي ديالنا، هذا هو اللي كيهم. اللي بغيت نقول حتى البدا قرب يسالي نهار زوين هذا الشتاء وصبات علينا والحاله. المهم معليش، فإلا عندنا 3 سنين مزيان، ما عندناش 3 سنين فدوك العامين الاولين خصنا نبقاو نديرو بريبات كل 4 شهور، يعني كل 3 شهور حسن نقولوا. العام الاخر تكون عندنا الكونترا ويكون عندنا لينفورمي ويكون البريبات ديالنا وندفعوا ان شاء الله. جاب الله قدر الله ما لقيناش الكونترا، كنا مزوجين، المراه ديالنا تقدر المراه ديالنا ولا الراجل اللي على حسب كل واحد الحاله ديالو ممكن يدفع لك بالكونترا ديالو بالنومينات ديالو وغتاخذ الوراق ديال العام ولكن بدون عمل، لان الكونترا ماشي ديالك انت، ديال المراه ديالك كتكلف بك، كتولي كفيله بك بحال الكفاله. رغم ان الكفاله كتعطى للصغار ولكن واحد المعنى. اول حل اللي ديجا وكنظن انا ما غاديش نقول الوحيد، لان الحمد لله كاينين الناس اللي تكلمت في طرقات الموضوع، هو انك دير المشروع او لا تولي مستثمر ذاتي، يعني تحط مشروع راس المال ودير واحد المشروع ديالك، ومن الطريقه هذه الغوبيرنو ولا نقولوا استرانخيري مكتوب الهجره غتسمح لك بالاقامه، لان عندك في راس المال وبغيتي دير المشاريع ديالك. فرق ما بين انك تكون عندك 3 سنين وفرق ما بين انك تكون عندك عام او لا شهر، لان عندك توريست وعجبتك اوروبا بغيتي دير مشروع مزيان. غير هنا غيكون العدد عالي طويل شويه كبير شويه، وفي نفس الوقت خصك الفيزا تهبط للمغرب وتطلع من تما، لان ما يمكنش حتى غادي تجي هنايا وعندك الفيزا تقول لهم بغيت نبقى وقلبوا لي الفيزا، لا داكشي اجراءات مختلفه. خويا حاتم، خوتي خواتاتي داخل وخارج المغرب داخل وخارج اسبانيا، نتمنى لكم نهار موفق، مبروك نهاركم نهار الثلاث هذا، تهلاو في ريسكم بزاف البدري قرب يسالي، انا دابا غادي نديرو تشارجا، فنتمنى تكون هاد النقط هذه يعني وضحت الامور. يعني مرحبا باي واحد جا الارض هذه، كل واحد بغى يدير شي حاجه راه غادي يوصل ليها، غير ديما يعني الانسان يتقى الله، يبعد على الكذوب والنصب والاحتيال، يبعد على القنوات اللي فيهم الكذوب والخزعبلات، خدموا المنطق خدموا العقل، كونوا الناس اللي عندهم يعني تكلموا بالمنطق، لان اوروبا ما كتعداش واوروبا ما كتاكلش الجبن، ولا قلتوا انكم غادي تقولوا شي واحد ولا غادي ديروها بالاداره راه شحال واحد حاول وفي الاخر ما دا والو. تحياتي للجميع، كان معكم ريمبرا كما العاده، الله يعاونكم، تهلاو بريسكم.